العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 11 مواطن بفيروس كورونا اليوم. إدخال معدات طبية حديثة. إشادة بالمشاركة المجتمعية في التعليم في مندفرة. مقتل 14 مدنيا بهجوم قرب المناطق الحدودية للنيجر مع مالي. بايدن يتفق مع الكاظمي على إنهاء مهام بلاده القتالية في العراق. وزعيما الكوريتين يتفقان على إعادة كل قنوات الاتصال. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 27 من يوليو في مراكز العزل بأقليمي الأوسط وشمال البحر الأحمر أظهرت إصابة 11 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت 3 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط و8 إصابات في إقليم شمال البحر الأحمر، منها 5 في قرورة و3 في مهميمة. في غضون ذلك شفي 74 مريض كورونا، 20 من إقليم شمال البحر الأحمر و13 من إقليم القاشبركة و8 من الإقليم الجنوبي و5 من إقليم عنسبة و1 من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6517، شفي منهم 6348 وتوفي 33 مريض كورونا، فيما لا يزال 136 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 27 من يوليو 2021. أعلنت مؤسسة الدواء والمواد الطبية فارميكور إدخال معدات طبية حديثة عام 2020 بأكثر من 35 مليون دولار في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية. وشملت المعدات الطبية 9 أجهزة أشعة رقمية و23 جهاز الموجات فوق الصوتية الثابت والمتحرك و10 أجهزة تخدير و10 معدات كبيرة للتعقيم و6 أجهزة الفحص الطبي، إضافة إلى أجهزة متطورة لطب الأسنان وغيرها. وقد بدأ معظمها تقديم الخدمات. وأوضح المدير العام لمؤسسة فارميكور مدير مصنع آزل للأدوية السيد مسقنة تخلأب لوكالة إيرينا أن المؤسسة التي تأسست عام 1991 تقوم بشراء الأدوية والمعدات الطبية بمعيار الجودة، وتقدمها لجميع مؤسسات وزارة الصحة والصيدليات الخاصة بأسعار مناسبة. وقال مسؤول المبيعات في مؤسسة فارميكور السيد يوسف بهبلبي إن المؤسسة تقوم بشراء معظم الأدوية من الخارج وإنتاج المتبقي داخل البلاد، والعمل الرقابي بالتعاون مع مراقبة الغذاء والدواء في وزارة الصحة على جودة الأدوية المستوردة والمنتجة داخل البلاد. ووضع احتياطي الدواء والأدوات الطبية ل9 أشهر على الأقل للحيلولة دون حدوث النقص. وأشار إلى العمل لضمان توفير الأكسجين للمؤسسات الصحية من مصنع إنتاج الأكسجين المقام داخل المستشفى الوطني المرجعي. وأوضح السيد يوسف أن مؤسسة الدواء والمعدات الطبية فارميكور لديها برنامج هذه السنة لإدخال الأدوية والمعدات الطبية الإضافية بمبلغ 23 مليون دولار. ذكر مكتب التعليم في مديرية مندفرة بأن الفصول التي شيدها السكان بأكثر من 10 مليون نقفة كان له دور كبير لتخفيف المصاعب التعليمية. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ جرز جهير تولدي في التقرير الذي قدمه في الاجتماع الذي عقد بمشاركة المدراء والمشرفين التربويون بناء فصول دراسية إضافية في عدة غرف المديرية بمبادرة شعبية. وأشاد بدور المجتمع لصيانة الأثاثات المدرسية ومساعدة المعلمين الذي أسهم للدفع بالعملية التعليمية، مشيرا
إلى نسبة جيدة للنجاح في المراحل الابتدائية والمتوسطة ونتيجة متوسطة في المرحلة الثانوية. ودعا المشاركون في الاجتماع أولياء الأمور لبذل الجهد لتحسين نتائج المرحلة الثانوية والعمل الجاد لحل كتب المرحلة الابتدائية التالفة ونقص أدوات المعامل وأجهزة الكمبيوتر التعليمية. وتوجد في مديرية مندفر 22 مدرسة ابتدائية و8 مدارس متوسطة و3 مدارس ثانوية. تتواصل فعاليات الحملة الخضراء في الإقليم الأوسط مشتملة على أنشطة التشجير وإصلاح مساقط المياه بمشاركة جماهيرية فاعلة، وكذلك الموظفون الناشطون في مختلف المؤسسات الحكومية. ووفق المعلومات الواردة من قسم الزراعة والأراضي، علما بأن أعضاء أصحاب سيارات الأجرة وموظفو مختلف المؤسسات الحكومية ومجاميع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والشركات الوطنية وموظفو المرافق الخدمية والطلاب ينجزون أعمالا فعالة ابتداء من أواخر يونيو الماضي بالعمل ما بين 3 إلى 5 أيام في الأسبوع. وعلما بإنجاز 10% من البرنامج الموضوع على مستوى الإقليم لقرص أكثر من 1,000,000 شتلة وإعداد حوالي 70,000 حفرة. كما تم إنجاز مدرجات قناتية بطول أكثر من 210 متر وصيانة 25 متر مربع من الحواجز المائية، ولا زال العمل مستمرا. وناشد المشاركون في العمل بأنهم يعملون مدركين أهمية غرس الشتول في حفظ المياه وحماية التربة ومساهمتها في تكاثر التنوع الإحيائي، مناشدين مواصلة العمل سنويا بصورة أكثر تنظيمية. وفي الكلمة الأخيرة التي ألقاها رئيس جمعية سيارات الأجرة السيد منقس جيلا ميكائيل، أكد فيها تحمل جمعيتهم متابعة الشتول المغروسة. يساهم وكلاء الصحة في القرى بدور كبير في جهود مكافحة الملاريا في مديرية جلوج. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد جيلاي موسازجي أن وكلاء الصحة العاملين في مختلف القرى ينشطون لحصول المواطنين على الخدمات عن قرب ومكافحة الملاريا. من جانبه أوضح مسؤول إصحاح البيئة السيد ميكائيل جبرهيوت أن 50 من وكلاء الصحة في الري يسهمون لرفع الوعي الصحي لمكافحة الأمراض وخاصة الملاريا. وقال مديرية جلوج السيد سيزر ميكائيل أن وكلاء الصحة يعملون إلى جانب مهام مكافحة الملاريا على مكافحة الأمراض بالتعاون مع مدراء الضواحي ولجان القرى، داعيين لاتباع إرشادات المهنيين الصحيين ودفن أماكن تكاثر البعوض. أوضح منسق حملة الطلاب التنموية في مديرية ميمنة بأن الحملة الخضراء تسير بفعالية. وقال الأستاذ أبرهالي ولد أبزجي إن 181 طالب في مرحلة ثانوية يعملون منذ 11 من يوليو لحماية التربة وحفظ المياه. وذكر خبير حماية التربة والمياه في مكتب وزارة الزراعة في المديرية سيد رؤسام حديش أن الطلاب يعملون بإشراف خبراء الزراعة لبناء المدرجات والحواجز المائية والتشجير ورعاية الأشجار. وأوضح الطلاب إلى أن المشاركة في الحملة الخضراء لها فوائد اكتساب ثقافة العمل والتعارف. استشهد يوم 26 من يوليو المناضل برهاني كفليه عن عمر 64 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل برهاني بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر ديسمبر 1975 وعمل في فترة الكفاح المسلح في الجهاز الطبي وبعد الاستقلال في مكتب وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر، ومن ثم في مستشفى حليبات وأوروتا المرجعيين بمختلف مستويات المسؤولية، ومن عام 2013 في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة حتى مستوى سكرتير الجبهة في إقليم القاش بركة.
والمناضل برهان كفلي أب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه ثرى يوم الثلاثاء 27 من يوليو بمقبرة الشهداء في أسمرة. ويعرب المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة عن بالغ حزنه لاستشهاد المناضل برهان كفلي، ويقدم تعازيه الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أعلنت حكومة النيجر أن مسلحين على متن دراجة نارية قتلوا 14 مدنيا على الأقل في منطقة بالقرب من المثلث الحدودي مع مالي وبوركينا فاسو. وقالت الحكومة النيجيرية إن 14 مدنيا قتلوا في هجوم وقع في منطقة باني بانغو في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، في منطقة غالبا ما يستهدف فيها مسلحون متشددون المدنيين. وأوضح بيان لوزارة الداخلية النيجيرية بثته الإذاعة الرسمية أن هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين أوقع 14 قتيلا، هم 9 في حقل و3 في القرية المذكورة، ونقل جريح إلى مستشفى في نيامبي بحسب ما ذكرت فرانس بريس. وتقع باني بانغو ضمن نطاق منطقة تيلابيري عند الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وغالبا ما تستهدف هذه المنطقة بهجمات دموية شنتها جماعات متشددة مرتبطة بالقاعدة أو داعش. أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية في العراق لتباشر مرحلة جديدة مع التعاون العسكري مع هذا البلد. وأوضح بايدن في حضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال استقباله إياه في البيت الأبيض أنه لن تكون مع نهاية العام في مهمة قتالية في العراق، لكن تعاوننا ضد الإرهاب سيتواصل حتى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها. واجتمع بايدن والكاظمي في المكتب البيضاوي في أول مباحثات مباشرة بينهما في إطار حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق. ويوجد في الوقت الراهن 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم الدولة الإسلامية. وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي، وليس من المتوقع أن يكون لهذا التحول تأثيرا كبيرا، لأن الولايات المتحدة بدأت تركز بالفعل على تدريب القوات العراقية. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 11 مواطن بفيروس كورونا اليوم. إدخال معدات طبية حديثة. إشادة بالمشاركة المجتمعية في التعليم في مندفرة. مقتل 14 مدنيا بهجوم قرب المناطق الحدودية للنيجر مع مالي. بايدن يتفق مع الكاظمي على إنهاء مهام بلاده القتالية في العراق. وزعيم الكوريتين يتفقان على إعادة كل قنوات الاتصال. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.